بزاف د المرات كنديرو الخير وكنساوه، ولكن الدنيا صغيرة والخير عمرو ما كيضيع، خصوصا اذا كان مع موالين المكان. كنشكركم بعدا على التفاعل ديالكم كل مرة مع القصص اللي كنحط لكم، وكنتمنى علاش لا نستمر في هادشي الى لقيت الدعم ونجيب لكم من احسن القصص. اليوم غنعاود لكم القصة ديال السي الطيب، الشاب اللي كان فقيه حافظ لكتاب الله وعاش الظلم والقهر من اقرب الناس ليه، حتى لقى راسو وسط مدينة غريبة خدام قدام نار الفران، وما عرفش باللي واحد الضيف قديم كيتسناه فاش كتخوى الدنيا وكيتفضوا. انا سميتي الطيب والناس كيعيطوا لي الفقيه، حيت كنت ديما كنداوي الناس بكلام الله. كنت عايش في واحد الدوار بعيد، تربيت في المسجد وحفظت القرآن من وانا صغير، وكنت انا المفضل عند الوالد بين خوتي. وفاش كبرت ربي يسر ليا وليت فقيه الدوار، حافظ لكتاب الله والناس كتحترمني. كنت عايش وسط خوتي اللي ما كانوش كيحملوا فيا الشارع، يمكن حيت كنت احسن منهم وقاري لكتاب الله اللي ما قدوش هما يديروها. كانوا خوتي كيفكروا غير في الخير اللي عند الوالد وطمعوا، والطمع كيعمي البصيرة. خوتي اللي من دمي ولحمي كانوا ديما يحفروا ليا، واخا انا كنت كنبغيهم وكنت كندير اللي في جهدي باش يبغيوني، ولكن ما عرفتش قلوبهم علاش كانت قاسية. تا جات الوقيته فين الوالد مسكين مرض وطاح في الفراش، قام مده هو كيتصارع مع المرض تتوفاه الله. من ورا ما مات الوالد الله يرحمه، خوتي قلبوا عليا في مرة وكانوا كيساينوا غير الفرصة امتى ينفردوا بيا، وحيت الوالد الله يرحمه ويوسع عليه هو اللي كان حابسهم عليا. سحروا ليا، جراو عليا، وخلوني نخرج من داري بجلابتي وتسابيحي، هارب من الظلم للمدينة اللي ما كترحمش. توكلت على الله وشديت الطريق للمدينة، قلت ما ربما نلقى شي حد يحن عليا. وصلت لكازا، مدينة كبيرة، الزحام والغوات ما عقل عليا تا حد. خدمت في المرسى، هزيت التقل، جففت القهاوي، ما خليت ما درت. فاش ما جاب الله كنخدم. واحد النهار كنت كندور في الدروبات كازا القدام، وكان فيها الجوع الموت الجوع، حتى لقيت واحد الفران تقليدي واحد الدريب قديم كنت نقصدو يجود عليا بشي خبيزة حيت كانت ريحتو كتشهي. مشيت عند مول الفران طلبت منه داكشي اللي قسم الله. مول الفران شافني درويش قال لي اش جابك لهنا وليدي؟ قلت ليه عمي انا راه مقطع بيا الحبل وجيت من الدوار كنقلب على خدمه. قال لي اشنو سميتك؟ قلت ليه سميتي الطيب. سميتي الطيب اسيدي. قلت له وانت اسمك الله الشريف؟ قال لي انا سميتي مصطفى. ايوا جلست مع سي مصطفى وعاودت ليه كاع اللي جرى ليا، ومسكين بقيت فيه وعرض عليا قال لي واش تخدم عندي يا الطيب؟ قلت ليه فاش نخدم عندك؟ قال لي تخدم عندي هنا طراح في الفران، تقابل العافيه والخبز في الليل والنهار. انا ما نكذبش عليكم دغيا جاوبته ووافقت، حيت جاتني من الجنة والناس ملاوح ملاوح في الزنقه وكنت محتاج لخدمه. قلت اللهم بعد هنا، حيت النار ديال الفران كانت هون عليا من النار اللي شعلوا خوتي في قلبي. عطاني السي مصطفى واحد البيت صغير في الفران نيت اللي كنت كنعس فيه، وكنبقى بوحدي مقابل الحطب والعافيه. في الليل كنت كنجبد المصحف صغيور ونبدا نقرا بصوت حنين. كانت القرايه هي اللي كتبرد عليا صهد الفران
اللي دوزت مدة معاه، وكتنسيني في المعاناة اللي دوزت سواء من عند خوتي وبين أهلي ولا في بلادات الناس اللي ما كاينش اللي يعتقك ولا اللي يحن عليك. وربي دابا سهل ليا مع هاد السيد. واحد الليلة كانت الشتا كتصب برا والريح والبرد كيدخل من تحت الباب مع ديك 3 الصباح، وانا كنقرا ما تيسر من القرآن. حسيت بشي حد واقف ورايا والحمي تشوك. درت بشوية لقيت راجل شارف ظهره مقوس ولابس جلابة ديال الصوف قديم بحال خارج من التراب. عينيه كانوا كيبانوا فحال الجمر، ولكن شوفاتو ما فيهمش الغدر. جلس في واحد القنت مظلم حدا بيت النار. انا نقول ليه الحاج واش خصك شي حاجه، واش بغيتي تسخن؟ ما جاوبنيش، كيشوف فيا بواحد الطريقه اللي غريبه وبقى ساكت. انا خليته وكملت شغلي، وهو بقى جالس حدايا حتى الفجر. تما مشى بحالو وبقى كيرجع كل ليله في نفس الساعه. تا كتخوى الدنيا في مره وكتقطع الحس. كيجلس حدايا وكيبقى يتصنت ليا وانا كنقرا القرآن، وكما العاده قبل الفجر بشويه كيمشي بحالو. دازت سيمانه وحنا على نفس الحاله، وفي ليله الجمعه الشارف نطق. صوتو كان مبحوح وكيراد، ونطق بسميتي، مع العلم انني عمري قلت ليه حتى على سميتي. وقال لي يا الطيب، واش نسيتي الخير؟ واش نسيتي نهار كنتي في الجبل ووقفتي قدام شيخك وطلبتي ليه يخلي داك الجني مسكين يمشي بلا ما يحرقو؟ انا تصدمت وتسمرت في بلاصتي. المطرح طاح من يديا ويدي بقات كترعد. تفكرت ديك الليله قبل سنين فاش كنت كنعاون شيخ الدوار في واحد الرقيه اللي كانت صعيبه ديال واحد السيده اللي كان ساكنها مارد من الجن، وماشي اي مارد سفلي، واللي ما بغاش يتفرق عليها. ولحسن الحظ ان شيخ الدوار كان رجل تقي ومتمكن، وبقى يقرا عليها ايات محدده من القران الكريم. هادشي اللي خلى المريض يبقى يتوسل ويبكي فاش سمع القران. ولكن الشيخ ما كانش متردد باش يحرقو. تما فين دخلت انا وشفعت فيه وقلت ليه اعلن اسلامك وعاهدنا انك ما توليش لهاد الاعمال. صافي الجني المريض اعلن اسلامه وعادنا وخرج من السيده ومشى بسلام. من ديك اللحظه سالت القصه، وهنا تبدا قصه اخرى. اللي قال لي انا هو داك الجني الطيب. انا سميتي دابا ميمون النوراني، تبت لله وفيت بعهدي، واليوم جيت نرد لك الجميل. انت بلاصتك ماشي هنا، انت يدك فيها الشفاء ومقامك عند الله كبير. ديك الساعات قال لي يلاه معايا، خرجني ميمون النوراني من الفران في ديك الليله وداني لواحد الدار قريبه. تما لقيت واحد العائله كتبكي على ولدهم الصغير اللي كان مريض وكيتخبط فحال الطير المذبوح. ما خلاو طبها، ما خلاو حتى حاجه، ما داروها، حاروا فيه. مشيت انا تقدمت، حطيت يدي على راسو وبديت كنقرا ايات من سوره البقره بيقين كبير. داك الطفل بدا كيتهدن ونعس بحال الملاك. من بعد واحد الحصاص شاف هذاك الدري الصغير، الخبر دار في الدرب كامل بحال حتى الوقيده في التبن.
الناس بداو كيجيو عندي حتى للفران، اللي بغى البركه، اللي بغى الرقيه، اللي عنده مس، كل واحد وشنو. لقيت راسي في واحد الموقف صعيب الصراحه، واش نخلي الفران اللي اواني في وقت الشده ولا نتبع الطريق اللي رسمها لي الله. واحد النهار كنت جالس قدام الفران حتى وقفت واحد الطوموبيل، واحد البي ام دبليو. اش من طوموبيل نزلوا منها واحد جوج رجال باين فيهم العيا والهم، وعينيهم دابله ووجههم فيه الحسره. الصدمه كانت كبيره. هادوك الرجال اللي نزلوا من الطوموبيل هادوك خوتي جاو الكازا كيقلبوا على فقيه كبير، عاودوا ليهم الناس عليه انه كيداوي الحالات المستعصيه. هما كانوش عارفين باللي داك الفقيه اللي تيقلبوا عليه هو خوهم اللي جراو عليه، خوهم اللي عانى بسببهم واللي طردوه بدون اي رحمه وشفقه. خوتو في الاول ما عرفوش حيت وجهه كان عامر بالرماد الفران ولابس لبسه الطراح. بداو كيعاودوا ليه باللي المال اللي داوه من الورث طارت منه البركه، والواحد فيهم ولات الدار عنده بحال الجحيم، والوسواس ما بغاش يختارهم. طيب سكت وشاف فيهم بحسره، وفي عوض ما ينتقم منهم بدا يقرا عليهم القران حتى هداو، وما كشفش ليهم الهويه ديالو ديك الساعه. خلاهم يمشيو وهما حاسين بواحد الراحه عمرهم ما ذاقوها. ديك الليله رجع ميمون النوراني، رجع للفران للمره الاخيره. هاد المره ما جاش كعجوز، ولكن جاء واحد الهيئه ديال الشاب في مقتبل العمر، وجهه منور ولابس لباس زوين وريحته زكيه. قال للطيب والطيب راك نجحتي في الامتحان الكبير. جاوك اللي ظلموك واللي اذاوك ولكن ما انتقمتيش، وهذاك هو السر ديال القوة الحقيقية، حيت اللي كيقدر يسامح وهو قادر ياخذ حقه هو اللي يغلب نفسه قبل ما يغلب الناس، حيت الانتقام كيبرد القلب غير لحظة، ولكن الترفع كيخليك مالك ديما. دابا الفران ما بقاش مقامك، العافية اللي كنتي كتقابل بردت في قلبك وولات نور كيداوي قلوب الناس. خرج من هنا وبني دارك اللي غتكون قبلة للمساكين والمرضى. شكرت ميمون النوراني ديك الساعه وودعته، وقررت بانني صافي قررت نسلم المطرح لمول الفران. وانا كنبكي وكنشهق حيت مسكين ما دار فيا غير الخير، ومول الفران اللي كان كيشوف فيا مجرد طراح مسكين طاح ليا على يديا وبدا تيبوس وقال لي اسمح لي يا الفقيه، اسمح لي، كنت حاط كنز قدامي وما عرفتوش. شكرته بزاف وودعته كل دموع، وخرجت من الفران بجلابه بيضاء وكل هبه ووقار وكل يقين في الله. خوتي من بعد مده عرفوا بلي داك الفقيه اللي داواهم في كازا هو خوهم. جاو عندي نادمين كيبكيو ويطلبوا السماحه. انا ما عاتبتهمش، حيت لولا داك السحر اللي داروا ليا وديك الجريه اللي جراو عليا كنت غنقضي حياتي فقيه بسيط في دوار معزول. ربي بغى يخرجني للمدينه باش نكون رحمه للناس اخرين. دابا فاش كيدوز عليا البرد ديال الليالي كنتفكر صهد الفران والضيف القديم، وكنتبسم ونقول في خاطري سبحان اللي كيخرج من المحنه منحه ومن الظلام نور يبدد الهموم. اليوم انا ماشي هو الطيب الطراح، اليوم ربي فتح عليا
وفتحت مركز للرقية الشرعية. عاونوني خوتي وبعض المحسنين. دابا وليت نداوي الناس بكلام الله وبالمجان للمحتاجين. خوتي اللي ظلموني سمحت ليهم، حيت كيما قلت لولا ظلمهم ما كنتش غنجي للمدينة وما كنتش غنتلاقى برد الجميل اللي غير لي حياتي. ديما عقلو اللي دار الخير ما يطرى ليه غير الخير. دابا فاش كيدوز عليا البرد ديال ليالي كنتفكر صهد الفران وكنقول في خاطري الحمد لله على هادشي اللي وقع. كنبغي نشكر اي واحد تبع القصه التالي وخلى واحد الاعجاب والاشتراك، وان شاء الله القصص الجايه غتكون احسن واحسن كما العاده. وكنبغي نشكركم مره ثانيه وتهلا.